رد قوي على فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك السابق من داخل نادي الزمالك. المستشار المالي لنادي الزمالك ساسي طلب 150 مليون جنيه للتجديد. رد طارق حشيش المستشار المالي لنادي الزمالك من لجنة طارق عبد العزيز السابقة رد على ساسي بعد ما ساسي قال ان هو السبب في عدم تجديده مع نادي الزمالك، وحطه كده في وش جمهور الزمالك زي ما بيقولوا، او حطه في وش المدفع. فبيطلع لنا حشيش وبيرد على ساسي وبيكشف حاجات غاية في المفاجآت. قال حشيش ان ساسي كان مرتبط مع الزمالك بعقد يوازي او باكتر من 5 مليون يورو في 3 سنوات، بجانب طبعا بعض الحاجات التانية. ومفاجأة تانية انه اتفاجئ انه بياخد العقد بتاعه من خزينة نادي الزمالك نفسها. بيكمل وبيقول ان هو لما قعد مع ساسي علشان يجدد وشرح له ظروف النادي ويناقش معاه الامور المادية، اتفاجئ انه طالب 3 مليون يورو سنويا بما يعادل 150 مليون جنيه مصري في 3 سنوات، بجانب طبعا العمولات والحاجات التانية. وده طبعا اللي لازم يرفضه حشيش. ليه؟ لان خزينة نادي الزمالك مش هتستحمل عقد زي ده، لان الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك مش هتستحمل حاجة زي دي. فاذا انا هنا عندي لاعب الجمهور كان حرفيا بيعمل مبادرات علشان يجمع له العقد بتاعه. شفنا حاجات كتير ولبلب كتير طلع في وقت تجديد فرجاني ساسي من جمهور نادي الزمالك علشان يجمعوا المبلغ اللي هو عايزه علشان ساسي يجمع. شفنا حب الجمهور لساسي في الوقت اللي كان بيجدد فيه. شفنا حاجات ومهاترات كتيرة جدا وقت تجديد فرجاني ساسي تخلي اللاعب لو مش هياخد فلوس يجدد. بيكشف لنا حشيش انه فرجاني كان طالب مبلغ رهيب جدا جدا للاعب يعني مش عامل بطولات واو، مش جايب بطولات يستحق عليها يقول انا جايب لكم بطولات كتيرة، انا عامل لكم انجازات كتيرة، انا جايب بطولات فدخلت فلوس للنادي، فادوني بقى حقي او زودوا لي عقدي او ادوني الفلوس اللي انا عاوزها. ده ما حصلش مثلا من ساسي علشان يطلع ويطلب رقم زي ده. فاذا انت كجمهور غلبان انك قاعد مدي حب ودعم للاعب كده وهو اساسا في الاساس طالب مبالغ رهيبه، وبتهاجم او كنت هاجمت وقتها الاداره او المسؤولين عن نادي الزمالك في الوقت ده انهم ما نجحوش انهم يجددوا لفرجاني ساسي، ولكن اساسا على ارض الواقع الاداره او المسؤولين عملوا بمبدا نادي الزمالك اكبر من اي لاعب، وهو اللي بيعمل اي لاعب. عمل ايه ساسي مع نادي الزمالك؟ عمل ايه بعد ما ساب نادي الزمالك؟ لعيب كبير وليك كل الاحترام، عنده امكانيات وعنده كل ده لا نقاش فيه. بس ايه اللي هو عمله مع الزمالك يستحق عليه انه يطلب مبلغ زي ده؟ ايه اللي عمله حتى بعد ما ساب الزمالك؟ فاذا فرجاني ساسي اللي طالع بيقول انه بيحب جمهور الزمالك وبيكن ليه الاحترام وبيكن لنادي الزمالك الاحترام، هو اساسا متواجد في مصر عشان يتابع قضيته مع نادي الزمالك بسبب المستحقات اللي ما بينهم. ففين الحب في كده؟ انا مش عارف. اول لقطه انه يطلب مبلغ كبير جدا في وقت نادي الزمالك ما يتحملش فيه المبلغ ده، وتاني حاجه ان هو طالع بيتغنى بالزمالك وبجمهور نادي الزمالك وهو اساسا متواجد في مصر علشان خاطر القضيه بتاعته مع نادي الزمالك. حاجات في منتهى الغرابه. التعليق ليكم، سلام.